ممكن تسمعني؟ يا استاذ لبيب، انا بقالي شهر ونص بسمع بس، نفسي تقول لي فكره واحده، فكره واحده بس توحد ربنا. استريح يا استاذ استريح. احنا بندور لحضرتك على فكره جامده للاعلان، ولا انت عايزنا نقلبك وخلاص؟ يا سيدي اقلبني، انا عايزك تقلبني، انا بقول لك اهو اقلبني بس خلصني. اقول لك اعمل اي فكره، اي فكره. انا لازم احافظ على اسمي وسمعه شركتي في السوق. سمعة ايه يا ابو سمعه؟ احنا هنقرع بقى على بعض، ما تخلينيش افتح لك، ده انا لو كنت جبت شركه حقيره كانت خلصت لي الاعلان ده في يومين. ما هو افرض عشان ممكن يركب من ورا. يلا. ما هو بيقول لي عقد، انا برضو يتقال لي عقد يا سمير، انا ما يتقاليش عقد برضو. مش عارف، بقول لك يا سمير عايزين نعمل الاعلان، الكرش طلع موضه، هنبوظ المنتج كده يا سمير. مش عارف، هشوف اي حته ان شاء الله اعمل اعلان في الشارع. بونجور. بس ثواني يا سمير. بونجور، صباح الخير. صباح النور. اتفضل حضرتك، شركة الحلواني للإنتاج الفني. ايه ده؟ انتوا بتعملوا اعلانات؟ أيوه. احمدك يا رب، دي حاجه حلوه خالص. شكرا. ولو عايز بدل برضه، شاف حضرتك مهتم بالبدله برضه، ايه عاملين بدل برضه كمان؟ حلو ده. حلو. ده بقى عشان لو عايز نضارات. فاتحين برضه احنا فرشه برضه، عندنا نضارات برضه. حلو ده. خلاص. ما عندكوش كبات؟ لا عندنا كبات برضه. امال ايه؟ شكرا، اتفضل اهو ده حتى بص جايب لها كاب اهو. جميل. جميل جميل. خد ده برضه اهو، برضه خده برضه. خلاص. يعني عشان برضه يبقى معاك كله. الحمد لله. ايوه. الف الف شكر. شكرا. هشرفكم ان شاء الله. شكرا. بس انت بتعيطي على ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ ما انت جايبني فيلم كوميدي بدل ما تجيبني فيلم رومانسي. اعمل ايه يا حبيبتي؟ ما انا جايبك فيلم كوميدي عشان تضحكي، بحب اشوف ضحكتك. لما انت قصدك فاهم غلط، احنا اصلا عيله عكسين الموضوع، يعني اي حاجه بتعيط بنقعد نضحك، واي حاجه بقى بتضحك نقعد نعيط. يا لهوي، ده انت لو حضرت لنا عزا بعيد عنا تلاقينا فارطين في الارض كده مسخسخين من كتر الضحك، مسخره. ده انتوا عيله عبيطه بقى. وبعدين ده اسمه حبيبتي اضطراب في الغدد. اقعد يا اخويا انت تتريق علينا، انت ايه الكاسكته اللي انت لابسها دي اصلا؟ ها هو انت كمساري؟ انا مش قلت لك 100 مره ما تلبسهاش؟ انا بدات اتشائم من امها، وبعدين دي زمانها مزيته وعرقانه وحالتها نيله. احترمي نفسك، اوعي تتريق على الكاسكته، دي جزء من تاريخ السينما المصريه. عارفه الكاسكته دي من اللي جابها لي؟ مين؟ الاستاذ عادل امام في فيلم حب في زنزانه. بجد؟ والكاسكته التانيه اللي بلبسها على القميص التاني جايبها لي مدام فاتن حمامه. الله، هي دي اللي هي الكاسكته الصغننه الصوف دي اللي هي كانت لطعها على دماغها كده في الفيلم بتاع بطاطيس. بطاطس ايه يا عبيطه انت؟ وانا من الايام دي؟ انا جيل سعد وهنيدي والناس دي. يا صغنن، ما احنا كفايه بقى عمالين نلزق في كروت. في ايه؟ حسن رداد اهو. حسن رداد؟ حسن ده اخوه اكيد، ليه واحد. مش ممكن، مستحيل. والله هو تعالى. مستحيل، ده ممثل ازاي بيمشي على الارض؟ المفروض يركب في الهواء. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب ما اختك فنانه هي وبتمشي على الارض عادي. فنانه ايه بس؟ احنا شفنا منك حاجه ولا شفناكي في حاجه؟ طب انا عايز اسلم عليه والنبي، عايزه اتصور معاه، انا بحبه قوي. عايزه تسلمي عليه؟ ايوه. هتسلمي عليه في ايه؟ يعني نخش عادي؟ نخش عادي. يوم في حياة فنان، الفنان الجميل حسن الرداد ضيفنا. ممكن تقولي بتقضي يومك ازاي يا حسن؟ والله انا يومي بحب ان انا دايما يبقى مفيد يعني، فبحاول اقسم وقتي على قد ما اقدر. اول جزء الشغل على التمثيل وعلى المجال بتاعي، وجزء بحاول ان انا اديه لعيلتي. ثالث حاجه بحب بقى الناس، الجمهور. الواحد اصلا ما يسواش اي حاجه من غيرهم، الواحد يعني دايما يبقى متوقع. صباح الخير عليكي احلى فنان. صباح النور. اهلا وسهلا. احنا في البرنامج ولا نعمل كات يا استاذه ولا نعمل ايه؟ لا خليك داير زي ما انت، ده يوم في حياة فنان، لازم نصور كل حاجة. ازيك يا حسن؟ ده انتوا مقلب؟ لا خالص. مقلب؟ ها؟ لا خالص. ايه، انا لهفة الحلواني، انا زميلة على فكرة، يعني انا اشتغلت مع استاذ حسن قبل كده. انت ممثلة يعني؟ انا ممثلة. وجه جديد. اهلا وسهلا، ربنا يخليك. وانا ايمن، مدير اعمال استاذ حسن ابو علي. فعلا ايمن فعلا مدير اعمالي. انت معانا في؟ انا معاك على فكره في حق مايك، بس لسه ما خدتش اوردر. تحت امرك يا لا، انا فنانه بغني وبمثل وبرقص وبعمل استعراض. وبمناسبه الكاميرات النهارده انا كنت عايزه اعلن ان انا كمان بكتب. لا بجد؟ وانا كاتبه لك فيلم على فكره. والله يعني يمكن متواضع جدا لعلم حضرتك. انا متشكر متواضع جدا،
وهو بيحب الناس قوي. ربنا يخليك. بيحب لهفه ومعاها ان شاء الله في الفيلم اللي جاي. امال ايه؟ يا رب ان شاء الله. طبعا. امال ايه؟ هتعمل فيلم قريب مع لهفه؟ يعني لسه هو كلام. وعلى فكره انا وارثه الفن عن بابا بجد؟ بس الممثل؟ هو هيغير بقى بيزنس التمثيل وهيتجه للانتاج، ودي شركه انتاج جديده هو عاملها. ما لو شاء عندك الله. اي اعلان اي حاجه. الحلو الحلواني الانتاج الفني. مش عايز تسمع الفيلم ولا ايه؟ لا يا حسن عايز احكي لك الفيلم. طب خليها تحكي لك قصه الفيلم ده، هي اللي كاتباها يعني. وعلى الهوا عشان الناس تبقى عارفه الفيلم قبل ما تخش. الفيلم بقى بيبتدي على مشهد اكشن خطير، بينط من اسانسير وهو بيشيل البنت حاجه رهيبه. وبعدين هو هيبقى باباه دكتور، بيسرقوا الثلاثه العيانين اللي في العياده. ثانيه واحده. وبعدين انت اللي بيختفوا. كاتبه السيناريو ثانيه ده؟ واحده، ده فيلم زنقه ستات اللي انا عملته. مش نجح؟ ايوه. يعملوا تاني. الله في يا ايه؟ ابني اللي عملوه مش تاني. نجح افرح. أيوة واعملوا نجح. تاني. يا جماعه ادوني فرصتي انا، هو مش ده معلش انا. يا لهفه احنا اسفين. زنقه ستات لحد هنا وخلاص. انا بقول لك الثلاثه هيختفوا، الثلاث بنات هيختفوا. ده فيلم رعب الجديد ولا إيه؟ يعني. وبعدين انا باجي انقذك. انقذيني؟ هو في خطر على حياتي؟ ما دلوقتي بقى هنعمل بعد كده انا وانت اكشن مع بعض، وهنمشي سلو موشن كتير. هنعمل بقى اغنيه. يعني احنا نمشي سلو موشن؟ ايوه. لا، ما شاء الله دي عندها كمان رؤيه يعني. لا خلي بالك انا عامله له الفيلم يعني هيبقى فيه اكشن، هيبقى فيه استعراض، هيبقى فيه كوميديا، هيبقى فيه تراجيدي، هيبقى فيه حاجات كتير ما شاء الله جدا. ده في كل حاجه فنانة موجوده شاملة. في الفيلم. طبعاً. يعني شوفي الناس مليانه في مواهب كتيره موجوده في المجتمع ما طلعتش لسه. ربنا يخليك ما شاء يا الله قمر. يعني بتفكرنا بالنجوم بتوع زمان اللي شاملين نعيمه عاكف والحاجات انا عايزه اقول لك حاجه، يعني انا اصلا مش مصدقه ان انا واقفه قدام حسن اصلا. والله انت قمر، وحياه ربنا انت قمر. انت بتتعاكس كده على طول يا حسن. بجد والله. ما تعملي كات ودقيقتين بس وبعد كده لا احنا لازم نكمل، خلينا احنا جنبه بنسجل شوية لازم بقى. نكمل. احنا دلوقتي هنتكلم. قول لي بقى، احكي لي من وانت صغير اللي اكيد كان ليك اصحاب، هل صحابك دول فضلوا معاك لما كبرت ولا بقى عندك صحاب تانيين؟ لا عنده اصحاب تانيين طبعا. انت تعرف صحابي منين؟ امال ايه؟ كان يعني بيأجر كوره ويروح يلعب لوحده حضرتك؟ بقول لك ايه؟ شويه كده ونقوم هاخدك ونروح جنينه الاسماك. لا يا اخويا انا مش هروح معاك جنينه الاسماك تاني، ده انت اول ما بتشوف الجبليه بتنهار. ليه شايفاني قرد قدامك؟ قرد يا شقي، ده انت قرد وعفريت كمان. فاكر اخر مره يا راجل ده كان الامن خلاص هيطلعنا من الجبليه بفضيحه. الامن جه عشانك انت. كده ماشي. وبعدين انت اصلا مقعدنا كده قدام كده ليه؟ مش قلت لك تاخد لي الصف الاخراني؟ ايوه ما انا دخلت على شباك الحجز، البت بتاعت الحوزات قالت لي ال10 صفوف اللي ورا محجوزين. ما عشان شافتك راجل كبير افتكرتك بقى ابويا. ابوكي لم نفسك من ملاف السعد. طب بص يا سي سعد، ايه رايك في الحلق ده؟ ايه الحلقه المخرطه اللي انت لابساه ده؟ ده انا عامله لك هاند ميل. هند ايه؟ ميل. هند ميل ايه؟ ده انت جايباه من المناصره. ده انا وحياة المصحف جايبه لك بقى من محلات اخر العنقود، والبت لهفه مني 7 جنيه ونص عشان تكتب لك اسمك عليهم بالرمل. شايف؟ 7 جنيه ونص ايه؟ ده انت جايباه من المحل بتاع كله ب2 جنيه ونص. يا اخويا هم بيبقوا كاتبين بره كده بس، انما تخش جوه تتسحب بس يجر رجل الزبون ياخدوك بقى يسكعوك على قفاك تلاقيك دافع لك الشيء الفلاني بتاع 20 جنيه ونص كده. اكتم الله يحرقك عشان عاملين مشهد تراجيدي تعملي كده فضحتينا. الناس كلها بتعيط دلوقتي. بص خليه يحكي لك بقى اما نط في النيل. يا ايمن كنت ناسي الحكايه دي خالص فعلا. انا مره كنا ماشيين واحنا صغيرين وبعدين مره واحده قلت له تراهني يا ايمن انا ممكن انط في النيل. انا كنت بهزر بصراحه. قال لي ما تقدرش. فانا بصراحه ايه عارفه الواحد وهو صغير بيبقى عنده كده يعني طبعاً. حاجات فسخنت وبتاع ونطيت فعلا في النيل واتاخرت يوميها بقى وجالي برد وقعدت اسبوع شفت في بقى لما عيان في كنا البيت. يشوفوك دلوقتي ما كنتش افتكرت الحاجات الحلوه دي. طبعا. لا هو الواحد لما بيقابل صحابه بس طبعا عشان مشاغل الحياه احنا بنختفي وبنروح ونيجي بس اكيد يعني طيب أيمن معايا على حسن، طول. اكيد طبعا حسن، اكيد كل بني ادم في الدنيا بيبقى عنده مواصفات لفتى الاحلام او فتاه الاحلام. حسن الرداد فتاه احلامه مين؟ انا بحب البنت الحقيقيه. طبعا مش جرافيك يا ابني ثانيه واحده ثانيه واحده حبيبي ثانيه واحده. ثانية سونسون. دلوقتي الحقيقية دي اللي هي ايه؟ يعني زي كده لما انا دخلت
على طول بكل جرأة، وكأن حاجة بتشدني بتجذبني تدخلني على طول هنا بكل تلقائية. هي دي الحقيقية. يا سلام، ده شرف ليا والله. وانا هفكرك في يوم من الايام هتشوفيها هتبقى حاجه كبيره قوي. يا رب ان شاء الله. باذن الله. متشكرة قوي والله يا حسن. ربنا يخليك، انا والله اتبسطت اني شفتكم. طب هو ليه البرنامج بهتان كده حضرتك؟ يعني في ايه؟ عايزين اغنيه يا استاذ ابو علي. ده صوته ده ايه؟ ده صوته حلو. صوت مين؟ نغني حاجه عشان ينزل نقطع على اليوتيوب وننجح. يلا يا حسن سمعنا لا حاجه. انا ممثل يعني، انا غنيت بس كده في الفيلم. لا صوتك جميل ورقصة في قمر وتجنن. والله العظيم كنت تجنن. طيب عايزين ايه؟ يلا يا وحشني. اديني رنة. هتلاقي الدنيا جنة. هتلاقي لعمة فتح. والاقرص قام وغنى. والله انا مبسوط. انتوا عملتوا حلقه حلوه قوي قوي. انا مبسوط جدا بيهم والله، مبسوط بالحلقه بتاعتكم. يبقى اكيد هتساعدها صح؟ بليز بليز. حاضر اساعدك من عينيا الاثنين. انت شوفي انت عايزه ايه وانا ان شاء الله انت معايا في المسلسل باذن انا الله. ما عنديش شك في جدعنتك ابدا بجد. ودلوقتي هوريكي استاذ حسن هيساعدنا ازاي. يلا بقى فرق بقى في ايه؟ فيلمك الجديد امتى حصل؟ متشكر قريب ان شاء الله. انت مالك انت فيلم جديد يا ابني ما تردش على الناس كده. ماشي ناس اديهم الكروت. اهلا وسهلا. معلش ده اهلا وسهلا. ازيك؟ لهفه بطلة فيلم حسن الجديد. عبد الحميد الدقاق بطل العالم. يلا ادي اللي قد ايه احلف له ايه؟ معيش كروت. اتفضل سوري. لا فرق بقى واعمل بلقمتك بقى يا اخي بقى. حاضر يا استاذ عبد الحميد. خلصنا تصوير الحمد لله. الكاميرات مقفوله؟ ثواني يا ريس، ثواني يا ريس. ناكل بقى ناكل. ده انا هاكلكم حته. خد انا علي اسمك ايمن.